العجيب يا إخوتي الأحباء أن احنا لما أردنا وفكرنا أن نصلي في هذه الكنيسة المقدسة التي على اسم القديسة مريم المجدلية، وجدنا هذه الأيقونة المباركة لداود النبي مع صديقه يونسان. وهذا إيمان أن أرواح القديسين تشعر بنا وتحركنا. إن عندنا فوق 24 كنيسة، ليه النهاردة اختارنا نصلي هنا؟ ده تدبير ربنا علشان نحتفل بداود النبي ونشوف الأيقونة بتاعته جنب يونسان، نتذكر الصداقة الحلوة بين داود ويونسان. والكنيسة دي باسم مريم المجدلية، ولعل هناك تشابه بين مريم المجدلية وداود النبي في نقطة معينة، هي نقطة التحول من الضعف إلى القوة. إنسانة بها 7 أرواح شريرة، 7 شياطين، كانت حالتها إيه؟ كيف كانت هذه المرأة؟ مش شرط إن هي تكون بتقع في خطايا جسدية، يكفي إن هي ممكن تتكلم كلمات في غير صح، يكفي إن ممكن تتكلم كلام مزاح رديء أو كلام دنس. يكفي 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 7 شياطين، 7 شياطين أخر أو أشر زي ما قال عنه رب المجد. شيطان واحد بيحير الإنسان بيستعبده، هم 7. ولكن حينما تقابلت مع المسيح له المجد طرد هذه الشياطين وصارت صديقة للملائكة مثل داود صديق الملائكة، وصارت الكارزة والمبشرة والحبيبة والصديقة والقريبة لنفوسنا والمشجعة لينا. ممكن شابة تكون بعيدة عن ربنا زي مريم المجدلية ومهتمية بأمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد وحياتها كلها فيه وفيه وفيه وفيه، ولكن ما أن تتقابل مع المخلص حتى يخلصها من 7 شياطين هي تعرفهم